حبايب قلبي وحشتوني. وصفة النهاردة وصفة جميلة جدا وسهلة وبسيطة، وكمان مش هتاخد منك وقت كبير. الوصفة بتاعت النهاردة الفطير الشرقي بمكونات البيتزا الرهيبة. كده مزيج ما بين المطبخ الشرقي الريفي بتاعنا الجميل وما بين النكهات الإيطالي اللي طالعة دلوقتي، واولادنا بيبقوا هيتجننوا عليها. انت بتشتري الفطيره من بره بمبلغ وقدره، لا تعالي اعمليه في البيت بابسط المكونات وكمان من بواقي التلاجة عندنا. ويلا بينا. بصوا، انا اشتريت الفطير اصلا كمان جاهز من بره، يعني انا ما عنديش طاقه حتى ان انا اقف اعمل، كفايه علينا رمضان والعيد. وما بقى ان الاكله سهله وسريعه وسريع في السريع، يبقى كمان الصلصه سريع في السريع. بصوا بقى، معلقتين كاتشب على معلقتين مايونيز ومعلقه مستردة، وندهن وش الفطير بتاعنا حلو قوي كده. نعمل لوحة فنية من اختراعات الست المصرية. وبعد كده هنبتدي نرش رشة من الجبنة على خفيف قوي، وهننزل بقى بكل بواقي التلاجة اللي باقية عندنا من رمضان. عندك لحمة مفرومة ماشي، عندك شوية صدق مش هيضروا، لو قطعتين من البانيه هنقطعهم كده حلو، ونبتدي شوية بسطرمة ونبتدي نرص الصواني الجميلة بتاعتنا بالطريقة اللي احنا بنحبها. شوية زيتون مع شوية فلفل وشوية طماطم، واي مكونات متبقية عندك في التلاجة مش هنقول لا. يلا يا ست الكل، عايزين نبتدي نروق تلاجتنا من بواقي رمضان. وكل سنة وانتي بألف خير. خلصنا كده، ورشة الجبنة بقى من على الوش كده ونغنغها علشان اولادنا يبقوا فرحانين. احنا بنشتري الفطير اللي محشي جبنة او فطير البيتزا من المحلات بشيء وقدره، لا تعالي نعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وهيطلع معاكي روعة، ومش هياخد اكتر من ربع ساعة في الفرن، ودي كانت النتيجة. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في لايك وشير واشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وعرفيني انتي بتحبي تاكلي الفطير بأنه طريقة. باي باي.